السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على قناتكم كرة تايم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة. وقبل أن نبدأ في التفاصيل ياريت نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. تعتبر المباراة هامة لكلا من الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي. أتت نتيجة المباراة الأولى في أعقاب الفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد بالذات في الدوري السعودي بنتيجة 3-1 في معترك قوي، حيث فاز رفاق سالم الدوسري على ملعب المملكة أرينا بهدفين نظيفين. بينما ستقام المباراة الثانية بعد أيام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 12 من مارس 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والتاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وليبيا، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسوريا والعراق والكويت والأردن واليمن، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات وقطر وعمان. وسيتم أيضا نقل المباراة على قناة SSC سبورت السعودية، وسوف يتم نقل مجريات المباراة على قنوات بي ان سبورتس AFC بتعليق عصام الشوالي. وتتم أيضا نقل مجريات المباراة على قنوات SSC سبورت السعودية بتعليق رؤوف خليف، ويتم أيضا بثها على تطبيق تود. أما بالنسبة للتشكيل المتوقع فمن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيلة عبد الله المعيو في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد حجازي، حسن كاج، سل الموسى، وفي خط الوسط فواز الصقور، ونجولو كانتي، وفيصل الغامدي، فابينيو، وزكريا هوساوي، وفي خط الهجوم رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله. والتشكيل المتوقع للهلال: في حراسة المرمى محمد العويس، وفي خط الدفاع ياسر الشهراني، وكاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد. أما بالنسبة لخط الوسط فسوف يلعب محمد كنو، سيرجي سافيتش، روين نيفيش. وفي خط الهجوم سوف يلعب سالم الدوسري، مالكوم، وألكسندر متروفيتش. أما بالنسبة لتاريخ مواجهات الاتحاد في مسابقات مختلفة فقد بدأت مباريات الفريقين في 10 من يناير لعام 1964، وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 150 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 65 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة. والتقى الفريقان من قبل 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثمان مباريات في البطولات القارية. فاز الاتحاد في 4 منهم، بينما فاز الموج الأزرق في 3، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.